الأزواق خداني وأنا باغي قوس قوس حضرت الوانو سمايا وحدايا قوس قوس حضرت الوانو سمايا وحدايا يوم كنتي معايا يوم كنتي معايا ما حسني ريح الأزواق خداني وأنا باغي ديك الايام اللي كانت رافضاني وما همني سافر اليوم خلاص 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 اليوم ديك الايام اللي كانت رافضاني وما همني سافر اليوم خلاص 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 وهديك الريح كانت مهدناني النار سافرت فيا عشقي وتروح هديك الريح كانت مهدناني النار سافرت فيا عشقي وتروح تاخدني من الغصان وتقلعني وتغرسني ليل الطلوع تاخدني من الغصان وتقلعني يا عمي يا عمي يا عمي وتغرسني ليل الطلوع هديك الريح اللي كانت مهدناني النار سافرت فيا عشقي ويروح هديك الريح اللي كانت مهدناني النار سافرت فيا عشقي ويروح تاخدني من الغصان وتقلعني وتغرسني ليالي الطلوع تاخدني من الغصان وتقلعني يا عمي يا عمي وتغرسني ليالي الطلوع ارجع مرة ارجع ارجع مرة ارجع يا اللي مشيت بلا رجوع يا اللي مشيت بلا رجوع ارجع مرة ارجع ارجع مرة ارجع يا اللي مشيت بلا رجوع يا اللي مشيت بلا رجوع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، ونحن نستمتع بهذا الصوت الجميل الرائع لمحمد باطمة مع مجموعة المشاهب. سوف نتحدث في حلقتنا القادمة على هذا الشاعر المغني القصاص الزجال، ونتذكر حين ما قال في حقه شقيقه العربي باطمة، والذي قال في لقاء صحفي: أخي أسجل مني، متحدثا عن محمد باطمة كزجال وشاعر. كل من عاشر هذا الفنان يعرف أنه رهيف الإحساس، زاهد كثيرا، له عمق فلسفي في أشعاره وأسجاله، قارئ عفيف قليل الكلام، كاره لحب الظهور، محبوب جدا من طرف الجميع.
إنه محمد باطمة. سوف نتحدث في حلقتنا القادمة ونسبح في عالم الشعر والفكر والأدب فيما يخص شاعرنا وزجالنا وقصاصنا والمغني دا وصاحب الصوت الجميل الخارق. فانتظرونا في حلقتنا القادمة إن شاء الله، سوف نسبح في قصائده وأشعاره وما أداه لمجموعة المشاهب وغيرها كمجموعة مسنوة. انتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة، مع تحياتي لكم جميعا.